ويا اصدقائي، اذا نتوما تاني باغيين تحصلوا على كاع هاد الكميات والعلب من الكوينز، تبعوا الفيديو تاع اليوم. تابعوا باش تشوفوا التروفي وجبنا هذا الشباب. راني متحمسه. يلا جايز، هذه هي البلاصه المقصوده. اول سر نتاعنا نلقوه في الطابق الاول، اي محل الميك اب. غادي نلقو ان روج على لافغ نوخروه، غادي نصيبو يد الروبوت. ويا اصدقائي، اون فوا ندو هذاك اليد تاع الروبو، نروحوا لهنا نوخروا هذا الشخص. مول هذا لي تيشيرت غادي نلقوا هذا الجزء تاع الروبو. نروحوا للجهه الزوجه من الطابق الاول في المول باش نشوفوا السر الثاني. هنايا غادي تلقوا جزء اخر من الروبوت اللي غادي هو يعطينا. دركا نروحوا للطابق الثاني، ودركا نروحوا لجهه الروبوتات. بعد كينا نجيبو هاد الكاسك الغوز، نحلو العلبه، راح نلقو الكرع تاع الروبوت نتاعنا. وهاد المره تاني نروحوا من الجهه الاخرى هذا الطابق، في هذا الطابق الثاني، باش نحلو هذا السر في محل العاب. ندركوا كامل هاد النغمات اللي كاينين في البيانو حتى يعطينا السر. هاوينا كوينز، اول قابسه تاع الكوينز. بهذا الطريق نكملوا حتى لتحت وين غادي نلقوا الروبوت تاعنا ونكملوا التشكيل تاعو. نشكله ونرجع لكم. وهاي وينا ثاني قطعه او علبه تاع الكوينز. قبل ما نغادروا هذا المكان نحكموا السيف نتاعنا ونبدو نطردقوا في هذا البينيوتا. تادا، حصلنا على كوينز مجاني وهديه مجانيه ايضا. يا اصدقائي، مازال باقي سر واحد في هذا المكان. ندو هذا السيف ونروحوا من هذه الجهه الاخيره من المحل، وين غادي نلقوا بينياتا اخرى ونديروا نفس الشيء، وغادي ندو هدايا جد قيمه. عمليه حقا متعبه. هاوينا تدا الكوينز تاعنا ورابع علبه كوين والهديه المميزه والشيقه، وتبعونا باش نشوفوا السر الاخر. بعد ما كملنا كل اسرار هذا الجهه غادي نروحوا للطابق الثالث. بعد ما اللي طلعنا لهنايا نروحوا للجيمنج ستيشن ونحلوا اول سر. لهنايا غادي نجو ندركوا الزر الاصفر مرها الوردي، نعاودوا الاصفر والوردي، نفس الحاجه للزر الاخضر والازرق، بعدين الاخضر والازرق، واكتسبنا اول كوينز من هذه. بعد ما حلينا السر الاول في هذا المكان نروحوا للسر الثاني على الكاونتر الثاني هنايا وين كاين تاع العصير. نروحوا نضغطوا مرتين على العصير البرتقالي، 1 2. نروحوا مرة واحدة فقط على العصير الوردي، نروحوا مرة واحدة على العصير البرتقالي، ونرجع أخيرا العصير الوردي مرتين، 1 و2. وهكذا تحصلنا على السر الثاني كوينز، إضافة إلى أكسسوار أي قبعة. يلا نروحوا السر الآخر. عملنا مقاعة الألعاب، دركا نروحوا للمطعم. أول سر غادي نديروه في المطعم هي غادي نصنعوا برجر كبير بزاف. وأوبا تحصلنا على كوينز. وبعد كينا نجو لهنايا نحكموا هذا التاج، نجو هذه الجهة، نحطوا التاج فوق هذا الماسكوت، وتحصلنا على الكوينز الثاني. وما فتحنا السر الاول اللي يمكننا من الحصول على 2 علب تاع كوينز، نديروا السر الثاني حيث لقى هادو الاشكال تاع البرجر نديروهم بشكل مستقيم او متناظر هكا. نروحوا منا وين غادي نلقوا الجزء الثالث او الدائره الثالثه وين غادي يعطينا الكوينز المجاني ولا توني تاع الماسكوت تاع هاد لا بيتزيريا. تادا، علبه ثالثه تاع كوينز في نفس المكان ولباس خاص بالماسكوت. نجربوه لهذا الشخص. تادا. بالنسبه للسر الجديد غادي نلقوه هنا في محل الاثاث. حتى نلقوا السر تاعنا نروحوا للطابق الثاني من محل الاثاث. بعد ما لحقنا للطابق الثاني نحوسوا على جر وين غادي يكون فيه ورقه اللي غادي تدلنا على السر. الان ننزلوا للطابق الاول باش نجيبوا القدر تاع الطباخه ونعطوه لها في المدرسه. في الاتجاه غادي تلقوا الاثاث المنزلي حيث تاخذوا هذا القدر من هذا المكان ويلا دركا هي المدرسه. بعد ما جبنا السته هذه غادي نعطوه لها القدر تادا، اكيد كوينز وهدايا مجانيه. العلبه الرابعه من الكوينز في هذا المجال تاع الاسرار وهديه مميزه. نعود لمحل الاثاث. بعد ما تدخلوا المحل الاثاث تشدوا معكم شيء تحطوا فيه الاشياء اللي غادي نستخدموها. تروحوا طول في الممر غادي تلقوا هذا الرفوف اللي عليهم اوراق بيضاء،
ندوها معنا الأولى وحتى الثانية. بعد ذلك غادي نلقوا الأقلام وغادي نسحقوا قلم واحد نكتبوا فيه على الأوراق بهذا الشكل، الأولى والثانية مجددا. أوكي، نكست نروحوا طول وين غادي نلقوا هاد العاملة وهي غادي توقع لنا على الأوراق. تادا، خاصة بالليفينغ روم اي ثينك. هاد البيبر بالنسبة للزوجة راح تكون خاصة ب bedrooms. اول ورقة عفوا وندوها القسم الليفينغ روم. اول ما نوصلوا لهنا غادي نلقوا هذا البيرو وغادي نعطوا للسيد الورقة الخاصة بالليفينغ روم باش يعطينا السر تاعنا. اوكي، هذا نستنوا حتى كيفوت البوكس باش نكملوا. درك نطلعوا في لاسانسور باش نروحوا لدوزيام ايطاج ونكملوا الاسرار. تكون عندنا نفس المهمات حيث غادي نجمعوا الاوراق وندوهم للسيده او العامله اللي تخدم هنا باش تكاشيهم لنا. وهنا بعد ما دينا الاوراق خاصنا نكتبوا فيهم بالقلم باش ندوهم للعملاء ويسينيوهم لنا. اوكي ايزي، كنعطوهم للموظفين هما اللي غادي يكاشوهم لنا في القسم اللي يليق نودو فيه هاد الاوراق. اوكي، بالنسبه للورقه الاولى كانت في غرف البيبي اي ثينك، وهنا اوكي هنا الكيتشن. نبدو ونروحوا نحطوا هاد الاوراق في كل قسم. في نهايه نفس الممر نروحوا لهذا الدرج. اوكي هاكي، ونستنى حتى البوكس يفوت باش نكملوا الاوراق الاخرى ونفوتوا للسر اللي مراه. نكملوا الطول في هذا الممر الى اخر الدرج. encore la même chose. هنا تاني نعطوها الورقه خاصه تاع bedrooms ونقراو تعطينا البوكس تاعنا. والان نعاود نديرو دومي تور. اوكي، نكملوا حتى لا فان دو كولوار، وإن فوا نوصلوا ندو الورقه ونديروا نفس الخطوات نكتبوا فيها ونعطوها الموظف اللي غادي يكاشيها وغادي اون ميم طون يديها كسر ويدير لنا البوكس اللي غادي يفوت في الممر هذا. اوكي، نهودو بالاسانسور بروميير ايطاج نروحوا منا وين غادي نلقوا سبيشال كيتشن. كملوا طول ونروحوا لهنا لاكاس وين غادي نعطوه لو ديرني بابي تاعنا واخر بوكس في هذا المكان. الان نروحوا نستلموا طلبيه تاعنا على حساب الخريطه. الطلبيه نروحوا للمنزل ونركبوها. معايا خطوات بسيطه وسهله. رانا دينا كوينز مجاني زائد كنبة مجانية وتتحل على شكل سرير. فاينالي يا اصدقائي غادي نرجعوا للجيم ستيشن وفيها غادي نلعبوا بزاف العاب، والهدف نتاعنا هو جمع 99 تيكت. بفضل هذا السر غادي نجموا نحلوا كاع الاسرار وبهذا اكبر قدر من الكوينزات والهدايا المجانيه. واخيرا بعد عناء طويل لحقنا الى 100 تيكت. قليل تادا، وين اخر بوكس واخر هديه جنونيه في اللعبه. بقات لنا تيكت 100، معليش نحطوها. ويا اصدقائي هذه هي كانت نهايه الحلقه، وهكذا كنت جمعت كوينز المجانيه وبكميات جد هائله، اضافه الى هذا التروفي المانيفيك. ان شاء الله كاع تكون عجبتكم الحلقه تاع اليوم. ما تنسوش ديرونا لايك واشتراك وسبسكرايب وتشاو.